يعني المنظر اللي احنا شفناه في الختام والطريقه اللي احنا اتفرجنا عليها المنتخب المغرب الحقيقه لا تبشر بخير. تحس ان في كل مره انت بتحس من جواك ان وليد الركراكي اقترب من فهم السؤال. تحس ان هو جه في الاخر يقوم مديك واحده مربع واكس كده ومغير كل حاجه ومبوظ كل حاجه، وتحس ان هو برضو مش قادر يدرك ايه اللي المفروض بالظبط يشتغل عليه عشان يقدر ان هو يطلع احسن حاجه من المنتخب المغربي. ليه؟ لان احنا شايفين اللي قدام عينينا بيحصل. منتخب المغرب على مستوى العناصر قوي جدا، على مستوى اللعيبه المتاحه قوي جدا، على مستوى الاختيارات قوي جدا، حتى على مستوى الاداءات الفرديه. انت لما تبص على كل لاعب بشكل فردي جوه الملعب مع منتخب المغرب، اللعيبه حاضره ذهنيا بشكل ممتاز وقادره ان هي تقدم احسن ما عندها بشكل ممتاز. بس المشكله دايما في المدير الفني اللي مصر على مجموعه من الاختيارات، وتحس ان هو كل ما بيغير اختيار بيبقى خد باله ان الاختيار ده بيلزمه تغيير تاني هو كان المفروض ان هو يقوم بيه، لكنه ما عملهوش جوه الملعب. بصراحه واحده من الماتشات اللي النتيجه دمها تقيل، التعادل 1-1 ما بين مالي والمغرب. وفي نفس الوقت انا ما عنديش مشكله، كده كده انا متاكد ان المغرب هتقدر ان هي تصعد من الدور الاول، لكن في نفس الوقت في كلام كتير جدا على مستوى الافكار بالنسبه للمدير الفني واختيارات اللعيبه هنقوله على اليوتيوب. الكلام ده غالبا هيزعل ناس كتير، لان بصراحه لحد دلوقتي وليد الركراكي مع المنتخب المغربي تحس ان جوده اللعيبه في مستوى وجوده المدير الفني في مستوى تاني. فاستنوا حلقه اليوتيوب هتعجبكم. كم احكي الصراحه يا المغرب، مدربكم وليد الكراكي وهذا الاداء اللي قاعد بيقدمه مع اداء المنتخب صراحه ما راح تروحوا بعيد، ما راح توصلوا الا لربع نهائي كبيركم. شفتوا مدرب المنتخب المغربي اللي فاز بكاس العالم مع المغرب، انا نسيت شو اسمه، افضل من وليد الكراكي صراحه يا المغرب. شو هالاداء السيء؟ بهيك اداء انتوا راح تطلعوا من كاس افريقيا. اداء منتخب مغربي مش كنت هذا متوقع، وخاصه البطوله بالمغرب. ايش قاعد بيصير مع المغرب؟ تعادل مع مالي، والله غريب. بدأ جنون كأس أفريقيا الحقيقي يا أخوان. منتخب المغرب صاحب الأرض واحد من المرشحين الأولين في هذه البطولة يتعثر أمام مالي بنتيجة التعادل. مستوى غير مرضي للجمهور تماما، ولكن قد يكون هذا الشيء اللي يصحي الركراكي ولاعبينه. بابي اليوم كان حاضر في المباراة جاي دعما لصديقه أشرف حكيمي والمنتخب المغربي، وكان لابس تيشيرت المغرب، مو مجرد زيارة وبس يعني، لا جاي يشجع حقيقي. خرجتوا الآدمي زعلان بنتيجة التعادل، كان المفروض تستقبلوه ب4-5، لكن لسه في البداية. المهم الآن تصحيح الأخطاء من الجولة القادمة. فولو لايك يا أخوان، السلام عليكم. رسميا المغرب تتعثر وقد تقفز إلى المركز، تتراجع إلى المركز 12-13 في التصنيف العالمي. فعلتها مالي وخطفت البلند. ما أسعدني اليوم هو نجم العميد، الله يا محمد دومبيا قدم مباراة كبيرة يا اخوان، مسك الوسط، قفل على مرابط يعني على دياز. يا رجل مبروك لنا دومبيا. احنا عارفين من قبل لا تبدا ان مباراه مالي راح تكون من اصعب المباريات في المجموعه، احنا عارفينها اساسا ومخلصين منها. ولكن مباراه اليوم حاول، اليوم المغرب حاول، قاعد يسعى عرضيات، ولكن التحويلات اللي عند مالي صعبه، خصوصا التحويلات اللي قاعد تشوفونها عند مالي. يعني مستعد مالي يظل يدافع عليك، لمسه واحده يسجل عليك هدف، والله يسر في اخر الدقائق ما جاب هدف. ولكن هناك ركله جزاء لم تحتسب لصالح المغرب، ولكن هذا انا بالنسبه لي هذا مو عذر. ولكن اليوم المغرب كنا متوقعينها اساسا، لان كاس افريقيا عودتنا على هذه الاجواء، لان ما في مباراه سهله. وانا بالنسبه لي المباراه القادمه للمغرب تعادل، فوز، تاهل المغرب. ولكن مباراه مالي هي من اصعب مباريات مالي، والمغرب كان بينهزم فيها، ولكن الله ستر ومشى منها. ولكن بالنسبه لمباراه اليوم هناك ركله جزاء لم تحتسب للمغرب. ايه ده بجد؟ ايه اللي عمله المنتخب المغربي ده؟ يعني مع اول احتكاك قوي، مش عايز اقول لك قوي بنسبه 100%، يعني لا، ده انت بتتكلم على المنتخب المالي. يعني مع اول احتكاك للمنتخب المغربي يظهر بالشكل ده، الشكل الباهت ده. يعني انا متفاجئ بصراحه، متفاجئ، وما زلت عند رايي ان وليد الركراكي ما هوش المدرب المناسب للمنتخب المغربي بصراحه. يعني لا، اداء لا، مش ده، انت بتتكلم على بلد منظمه، بتتكلم على المنتخب المغربي، لا، فرقه كامله متكامله. وجهه نظري ان المغرب عايزه مدير فني غير الركراكي، ده فخ، وكويس ان الفخ ده جه في دور المجموعات. يعني بقى المفروض المنتخب المغربي عنده حذر اقوى من كده بكتير، لان في الادوار الاقصائيه نتيجه زي كده هتزعلك وتخرجك من البطوله. على كل حال من الاحوال هارد لك للمنتخب المغربي، ان شاء الله باذن الله القادم افضل باذن المولى عز وجل. والشعب يطالب باللعابه ديال البطوله، هذوك اللعابه اللي داو كاس ديال العرب، هذوك هما الحريفيه. اما هاد اللعابه ديال اوروبا ديال العبار، اما لعابه ما
كتلقى شي ما فهمش مع شي. خاص اللعابه ديال البطوله وهما احسن لعابه اللي غيجيبوا هاد الكاس ديال افريقيا. اما هاد اللعابه هادو راهم يجيبوا حتى كاس. الركراكي اوش اش هاد الشونجمون اللي كدير دياز مخرجوا ليا الركراكي اوش. وان شاء الله نربحوا الماتش الجاي وندوزوا للتشومون. وعلاش لا ما نديوش الكاس؟ ولكن بهذا الاداء محال واش نديوه، راه ما اداء ما والو قسما بالله. المهم الماتش الجاي ان شاء الله وديما مغرب. انا بشجع المغرب بس هي ضربه جزاء يا جدعان، ما تخوروش. حسبها ضربه جزاء جت للاسف، وان شاء الله المغرب تعوض. ليه خليتونا احنا بس نشجعكم؟ صراحه عايز المغرب تكسب الماتش ده. عرب وبحبكم وكل حاجه، بس لو طلع اول مش هيلاعبنا الحمد لله. ابعد عني. اتعادلوا، مش احنا شجعناكم، مش هتشوفوا مكسب. يكون عندك حريمات وتلعب بمرابط. المنتخب المغربي بيتعثر 1-1 ضد مالي، والتأهل لدور ال 16 بيتأجل 4 نقاط للمنتخب المغربي، نقطتين لمالي. افضل لاعب في كأس العرب وكان مقدم مستوى اسطوري حرفيا، ولكن وليد الركراكي ما بيستدعيهوش للمنتخب المغربي وبيلعب بمراب. جوادي اليميق هو اللي يتحمل نتيجة المباراة، لان ده مش تدخل داخل ال 18. وياسين بونو الكرة بتعدي من تحت ايده بغرابة شديدة جدا، يعني خلاص في ايده هيمسكها وهيصدها ولكن بتعدي من تحت دراعه. عرض لك للمنتخب المغربي، وباذن الله يحسموا التأهل لدور ال 16 ضد زامبيا في المباراة القادمة. والاداء مش افضل حاجة نهائيا، ولا هو المتوقع ولا المنتظر، ولكن باذن الله يتحسن. انتهت المباراة وانا انعست والله وانا احضر في المباراة يا اخوان. اليوم المنتخب المغربي مش مثل ما بدنا. الواحد يحكي الصراحة، المنتخب المالي اخذ اللي بده اياه، بده النقطة اخذها. هيك يا معلم هو بقول لك انا بلعب مع المنتخب اللي مستضيف البطولة واتعادل معاه اخذ منه نقطة احسن من ولا شيء. المنتخب اليوم المغربي ما اقنعني 100%، لكن هاي هي كرة القدم. هارد لك أهل المغرب، وإن شاء الله القادم أفضل، وكل المنتخبات العربية على عيني وراسي، وبالتوفيق أخو.